بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والله أكبر ولله الحمد. خير ما نبدأ به الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جيت لكم كده بروتين كده خفيف كده. ربنا يا رب يجعلكم وكل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعلكم في خير دايما يا رب، اللهم امين. بروتين بسيط كده، جبنة فرخية صغيرة كده ان شاء الله وشوية فاصوليا ناشفين، هنعملهم غدوة النهاردة حلوة يا رب تعجبكم. اول مرة اعمل معاكم الروتين ده، بس يا رب ان شاء الله باذن الله ينول رضاكم. بشكر كل المشاهدين المتابعين بتوعي، الله يصلح حالكم جميعا يا رب. نفسي القناة بتاعتي تكبر يا جماعة، بالله عليكم بالله عليكم اللي تشوف قناة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله عليكم يا بنات اللي تشوفوا القناة واول مرة تشوف قناتي، تعمل اشتراك الزرار الاحمر ويعمل الجرس عشان كل ما انزل حاجة تشوفيها كده وتشجعوني ان شاء الله. ربنا يجعلها باب رزق ليا ان شاء الله، وبيكوا باذن الله هنكبر، ومن غيركوا واحنا من ولا اي حاجة. الجماعة بتوع اليوتيوب اللي بسم الله ما شاء الله بدأوا من الصفر لغاية ما ربنا رضاهم، عمر ما في حد بيكبر بيقف قدام حد صغير. يا جماعة بالله عليكم بتمنى من كل اللي تشوف قناتي تعمل لها لايك، اللايك بيرفع الفيديو. شجعوني ان انا اكمل في قناتي ان شاء الله، مش همل. انا ما اقدرش ان انا اشتغل بره لظروف ما. معانا النهارده واحده بتقول سيلفي، بيقول لي انا هطلقك منه من غير اي سبب. بسبب ايه؟ كل شويه يضرب ابنها، كل شويه يضرب ابنها. طب هو انت مالك ومال العيل؟ خلافاتك مع اخوك مش مع ايه؟ مرات اخوك. فكل ما كانوا يتخانقوا مع بعض تقول لي ايه؟ كل ما نتخانق مع بعض يقول لي والله لا طلقوا منك وجوزها لا حياة لمن تنادي. طبعا الحياة هو مش راضي طبعا يزعل اخوه على حساب مراته. فهي الزوجة برضو هي متفهمة الموضوع. كانت بتحصل مشاكل بينهم وبين بعض لغاية ما الايام عدت وابنها كبر. والحمد لله ربنا رضاها في ابنها. ربنا يا رب يخليه لها وبارك لها فيه. بس قولوا لي يا جماعة، هو ليه الأخ بيكره مرات الأخ عشان أخوه؟ يعني هو بص هو كارهها بسبب إيه؟ أخوه اللي هو جوزها. قولوا لي إيه حلها وبتعمل إيه معاه؟ ففي كل كلمة لازم يتدقق، في كل حركة لازم يتدقق، مع إن هو الأخ الصغير أخد حقه وبزيادة في البيت وفي كل حاجة. ان شاء الله باذن الله انا مستنيه رايكم في التعليقات. هي تعمل ايه؟ بتقول مش عارفه اعمل ايه، كل ما يكلم ابني يهينه، كل ما يكلم ابني بيشتمه، كل ما يكلم ابني يقول له امشي من هنا او ما يقعد معاه في مكان. تحس ان هو يا جماعه مش طبيعي، يعني فاهمين؟ مع ان هي بتزعل طبعا علشان ابنها اول واحده اول مره يعني ما تزعلوش مني. ما فيش واحده بتحمل على ابنها الغلط ولا بتحمل على ابنها ان هو ايه حد يزعله مهما يكون. برضو طبعا العم والد، انا ما اقدرش ان انا اقول لها ايه قولي لابنك يبعد عنه، قولي لابنك ما يكلموش. بتقول له درجه الاحيان ان انا بقيت اقول له ما تقعدش معاه في مكان واحد. كل ما يقعد يخلي الواد يستفز ويشتم ويبهدله. يعني هو بيشتم بيهين كرامته وهو بيقل قيمته من عيل. يعني بيضرب العيل مش هيفضل ساكت، العيل هيقل في ادب. فده طبعا يا جماعة بيجيب لنفسه التهزيء ويجيب لنفسه قلة الادب. هي مستنية رأيكم في التعليقات يا بنات، قولوا له هتعمل ايه. لو قلتوا لي تعليقات ان شاء الله باذن الله هي هتشوف الفيديو وهتسمعه وهتقرا تعليقاتكم الجميلة. دعموني يا بنات في القصة دي، وكل يوم اقول لكم قصة تانية. النهاردة ان شاء الله عملنا وجبة حلوة. عملت معاكم شوحت معاكم الفرخة بتكة واحدة يا بنات، هتخلي الفرخة معاكي ما تفكش في المية او ما تستويش وتتهربد معاكي في المية، هتبقى سليمة زي ما هي و... وما تتقطعش معاكي، وزي ما انت هتشوفوها يا بنات معايا في اخر الفيديو. انا دلوقتي حطيت المادة الدهنية يا سمنة يا زيت، شوحيها اكنك هتحمريها، عمرها ما هتسمر الشوربه زي ما انتوا شفتوها في الفيديو يا بنات في الاول وانا بحكي لكم القصه. هتقلبيها مع بعضها كده وحمريها نص تحميره، وبعد ما تشوحيها تحط لها ورق لورا ومستكه وحبهان
والبصل بتاعك وشوحيها في الزيت. بعد كده كبي الشوربه، حط ميه نسبه الشوربه بتاعتك وسيبيها تستوي وغطي واقفلي عليها. طبعا احنا هنعمل النهارده شويه فاصوليا ناشفين كده حلوين. طبعا الفاصوليا خفيفه عن ايه، عن اي خضار تاني، بتهيألي خفيفه عن اللوبيا. ومعانا شويه رز بالشعريه، هنعمل كده شويه رز صغيرين زي ما انتم شايفين في الفيديو. انا سايبه الفاصوليا تستوي، كانت متغطيه بس فرت على البوتاجاز فانا كشفتها. بقول لكم هنا الزيت يا بنات غالي، بحاولوا ما تسيبوش ولا نقطه في الازازه. في ناس بترمي الازازه وفيها يا دوبك ربع كوبايه. الايام دي المفروض نحافظ على النعمه شويه. ارمي النعمه، لم النعمه تلمك، لم النعمه تلمك. شايفين الفاصوليا يا بنات الواحده بوحدتها بس استوت، يعني ما اتهرتش معايا، استوت وبقت جميله. وربنا يا رب يفتح ابواب رزقه لينا وليك، اللهم امين يا رب العالمين. ارجو يا بنات اللي تشوف الفيديو ده تعلق وتعملي اللايك، ولو انت مش مشتركه عندي اشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد. بالله عليكم يا جماعه ادعموني في قناتي زي ما انتوا بتبصوا في قنوات كبيره وبتدققوا في قنوات كبيره، في قنوات صغيره تستحق المشاهده وتستحق كل حاجه محتواها كويس، ما هوش في اسفاف ولا في اي حاجه وحشه. يا رب يجعلها ايام فضيلة علينا وعليكم جميعا، ويعود عليكم رمضان بالخير والهنا والسرور، ولا فاقدين ولا مفقودين، وكل اللي نفسه حاجة تتحقق له السنة دي، وكل اللي بتمنى حاجة من ربنا اتمني واحلمي. عمر الحلم ما فيه ما بعيد عن ربنا. احلم ان انت يبقى لك بيت، احلم ان انت يبقى لك ذرية. اللهم ارزق كل واحدة يا رب الذرية الصالحة، ويبارك في ولادنا ويهديهم، اللهم امين يا رب العالمين. احلمي، مش عيب ان انت تحلمي، مش عيب ان انت تبصي للقنوات اللي انت بتشوفيها، بس الحمد لله اللهم اغننا بالحلال. احنا عايزين يمشي بما يرضي الله، نكسب بس الكسب بتاعنا يكون بالحلال. اللهم اجعلنا يا رب ناكل رزقنا بالحلال، اللهم امين يا رب العالمين. ادعمونا يا بنات، هنزل لكم فيديوهات ان شاء الله، روتينات خفيفه كده ان شاء الله. وهنا بقى حمرنا الشعريه، هنحط شويه الرز بتاعنا كده. طبعا الرز النهارده بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليه بقى ب25 جنيه. طبعا رخيص يا بنات صح. اللي عندها الرز غالي كده رخيص كده تقولي، اما غلى عن كده قولوا لي يا بنات في التعليقات، ردوا عليا في التعليقات، انا مستنيه تعليقاتكم في الرد على القصه بتاعت اول الحلقه. والرز لو عندكم رخيص زينا كده ب25 جنيه قولوا. طبعا رخيص يعني الحمد لله، يا رب دي ما نعمة يا رب علينا، ويثبت بس على 25 جنيه، السنة الجاية ما نجيبوش ب100 جنيه. خلاص. خلاص يا بنات. انا معلش طولت عليك الفيديو. وانا بقى هنغطي على الرز ان شاء الله، وفي فيديو تاني هنزله بتاع الفاصوليا. فانا بقول لكم اعملوا لايك هنا. طبعا الشوربه بيضه اهي زي ما انا قلت لكم، انا حمرت الفرخه تكه واحده بسيطه تخلي الفرخه معاكي تبقى سليمه، ومع ان هي استوت من جوه. انا عندي الفراخ ان شاء الله باذن الله بجيب الفراخ، مش بذبح الفرخه واسويها على طول، لا انا بسيبها في الفريزر يوم او 2، ما بتزيدش عن كده، يوم 2 3 ما بتزيدش عن كده. ليه؟ لان الفرخه طول ما انت حطاها بعد الذبيح على طول وتسويها مش بتستوي في الاكل، ما بتبقاش مستويه. لكن انا بسيبها في التلاجة يوم او 2 بتقص معاك وتبقى جميله. وده منظرها بسم الله ما شاء الله، بالهنا والشفا يا رب علينا وعليكم، وجربوها بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها. وده غدوتنا النهارده، روتين بسيط كده، يا رب يعجبكم. الله اعظم العز والدوام لله. اللهم ارزقنا رزق حلال، اللهم ارزقنا رزق حلال يا رب. كل اللي تشترك في قناتي وتفعل الجرس وتشجعني بلايك حلو منكم يفتح لها ابواب رزقك يا رب، ويصلح حالنا وحالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.